تاني مجال لو عايز تبقى فريلانسر او يبقى عندك مصدر دخل اونلاين، هو انشاء وتصميم المتاجر والمواقع الالكترونيه. والموضوع ده انا ابتديته بالصدفه، بعد ما ابتديت اشتغل في المجال الاول اللي شرحته، وهو البيع المنتجات الاونلاين. حبيت ان انا اطور نفسي شويه واطور من اسلوب بيعي، وقلت ان انا عايز اعمل موقع الكتروني او متجر الكتروني ابيع من عليه واعرض عليه المنتجات، بحيث ان موضوع البيع ما يبقاش قائم بس على الصفحه، لا يبقى على الصفحه وعلى الموقع، ويبقى الشغل اوتوماتيك شويه. بالفعل ابتديت واخدت كورسات، وابتديت ان انا اتعلم ازاي اعمل متجر الكتروني، وعملت موقع الكتروني لنفسي، وابتديت اعرض عليه المنتجات واشتغلت عليه بالفعل. بس كنت بلاقي كتير جدا في جروبات ناس عايزه تعمل متجر الكتروني، وحد عايز يعمل موقع والكلام ده كله، فكنت بعرض عليهم ان انا ممكن اقدر اعمل ده، وبمقابل مبلغ بسيط جدا، لان انا برضو لسه في الاول مبتدئ، ما عنديش الخبره الكافيه زي ناس تانية في ان انا اتشارج يعني فلوس كتيره او فيس كتيره للويب سايت. وبالفعل عملت اكتر من موقع، لقيت الموضوع يعني لذيذ جدا وهامش الربح فيه محترم. فلا خدت التجربة وقلت لا انا هطور نفسي، وابتديت فعلا افهم ايه هي بقى البلاتفورمز الموجودة في السوق، وابتديت اطور نفسي جدا في موضوع الويب سايت. لحد دلوقتي انا لسه بعمل ويب سايت، لحد دلوقتي ما بقيت بقدر اعمل ويب سايتس بمميزات وادوات وامكانيات احسن بكتير تساعد العميل فعلا انه يزود مبيعاته، وبقيت عادي جدا بتشارج من 5 ل 10 آلاف جنيه في الويب سايت الواحد. والعميل كمان بيبقى مبسوط ان شايف المميزات دي كلها بالفيتشرز دي كلها وبالسعر ده. الموضوع لطيف، مش محتاج منك غير انت بس تتعلم. ودي حتى بعض المواقع اللي انا عملتها. واحد من المواقع اللي عملتها لواحدة من أكبر الشركات في مصر للمعدات التقيلة، للمعدات المطاعم والكافيهات والفنادق. ده شكل الموقع، دي الخدمات اللي بيقدمها أو الكاتيجوريز بتاعت البيزنسز اللي هو بيقدر يخدمهم. ده شكل الموقع، ده موقع خدمي اكتر. ده موقع تاني بس ده بيبيع ملابس اونلاين واحذية. ده شكل الموقع. سايت تاني او ستور تاني بس على بلاتفورم تانية مختلفة، بيبيع برضو احذية ومنتجات حريمي. ده بيبقى شكل الصفحة بتاعة عرض المنتج نفسه اللي العميل بيخش عليها ويقدر يشوف فيها كل التفاصيل ويطلب الاوردر. الموضوع كل فكرته ان انت بس بتتعلم مهارة جديدة، حاجة زي الويب سايت ديزاين او تصميم المواقع والاونلاين ستورز عموما، وبتتعلمها وبتبدأ ان انت تنفذها، بتقدمها كخدمة او كسيرفيس للعملاء اللي محتاجة ده، سواء حد بزنس اونر او ايا كان اللي محتاج الويب سايت ده. وتبدأ تقدمها، وهامش الربح فيها محترم جدا، يعني انت مش محتاج ان انت عشان تعمل منها مبلغ كويس، مش محتاج عدد عملاء كبير. يعني انت فيما بعد لو طورت نفسك وبقيت بتقدر تعمل ويب سايت كويسة بمميزات فعلا تفيد العميل، عادي جدا ان انت تتشارج العميل من 5 ل 10 آلاف جنيه. يعني انت لو بتتكلم في 5000 جنيه عشان خاطر تعمل بس 25 ألف جنيه في الشهر، انت محتاج 5 عملاء بس كل شهر. وفي اصلا حاجات تانية ممكن تكسب منها، ممكن العميل بعد ما تخلص الويب سايت يقول لك طيب ايه رأيك لو مثلا انا عايزك مثلا تدير لي الموقع، يعني انت اللي بتدير له الموقع كل شهر، انت اللي بتنزل له عليه الداتا المنتجات على حسب الموقع، يعني نوعه ايه بالظبط، بيبيع منتجات ولا سيرفيس ولا ايه بالظبط. وبتتفق معاه على مبلغ ثابت كل شهر بتاخده، غير المبلغ الاول اللي هو كان مقابل ان انت عملت له الويب سايت. بتتفق كمان معاه على مبلغ بتاخده كل شهر عشان بس تدير له الموقع، لان هو ممكن في عملاء ما تبقاش عارفه او ما عندهاش الوقت انها تدير الويب سايت، فلا هديك مبلغ كل شهر ودير لي الموقع، لما احب انزل عليه حاجه، لما احب اعدل فيه حاجه اعمل لي ده. فالموضوع لذيذ جدا.